السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحب فيكم. راح نتكلم اليوم عن حاجة يعني تقريبا الجميع بيحبها، الكل بيحبها، قلب الخروف. مين بيحبش قلب الخروف والقرقشة اللي فيه هيك؟ يا سلام لما يتطبخ هيك، يتشوح تشويح مع بصلة تومة. في ناس بتسلقه بعدين بتقلي لا مش حلو، بعدين بتضيعوا فايدته. شوية دهنة نسيحها ونقلب قلب الخروف مع شوية تومة، شرايح فلفل أخضر ونوم. كل حاجة في الخروف حلوة، قلبه وكبدته وليته ولحمته ما شاء الله، ربنا يكرمنا بخروف. المهم الخروف، قلب الخروف موجود فيه عناصر غذائية كتير مهمة، زي مثلا بيحسن فقر الدم، بيعزز صحة الجسم والقلب، لأنه بيحتوي على البوتاسيوم اللي بيساعد على تنشيط الدورة الدموية، الوقاية من الأنيميا، زي حكاية الكبدة يعني تقريبا فوائد. الأنيميا اللي هي فقر الدم، لأنه موجود فيه كمية كبيرة من الحديد، بيعمل على تنظيم مستوى الضغط، غني بفيتامين سي والنحاس والفوسفور والزنك. يعني ايش بالحاجات هذه؟ طبعا مفيدة للعظام وقوية للعظام. قلنا على فوائد قلب الخروف، نيجي لأضرار قلب الخروف. طبعا مش اكل مرة في الشهر واقول ممكن يحصل لي ضرر، او مرة في الاسبوع، لا. الناس اللي ايش ممكن تعرف الفايدة وتاكل على طول، لا احنا ايش في حدود المعقول. كل حاجة قلنا بحدود المعقول. قال لك الافراط فيه بيسبب النقرس، زي حكاية اللحمة الحمراء، بيزيد الوزن والسمنة، لانه موجود فيه سعرات حرارية عالية، بيرفع الكوليسترول الضار في الجسم لوجود دهون مشبعة فيه. فاحنا قلنا الفوائد وقلنا الأضرار، والاعتدال حلو بكل حاجة. ومنتظرة لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم. باي، سلام.